خليك فاكر ان ال1 minute يعني الانجل بتتقاس ازاي. يقول لك مثلا انا عندي انجل الميجر بتاعها ب 60 ديجري، 60 ايه ديجري، وشويه ارقام، فبقول له مثلا و20 20 minute ومثلا و15 سكند، و15 ايه سكند. ايه يا مستر المينت والسكند دي اور او بتتعامل زي معامله الساعه بالظبط. وبنقول له ان ال1 minute، ان ال1 minute بكام؟ ال1 minute بايه؟ ب 60 سكند، ب 60 ايه سكند. طيب انواع الانجلز اللي عندنا حوالي 6 انواع لازم تعرفهم كويس. اول نوع الانجلز بيكونوا عاملين زيرو، قصدي الريز بيكونوا عاملين زيرو انجل. يعني المفروض ان انت عندك تو ريز عاملين بالشكل كده عاملين انجل، لا، هنا التو ريز انطبقوا على بعض، انت ايه نزلوا على بعض، فبقت نقطة بي هي اللي في النص، وهنا ايه وهنا سي. التو ريز موجودين على بعض، فبقول هنا زيرو انجل، زيرو ايه انجل، يعني مفيش اي انجل دلوقتي. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ الريز بدأوا يفتحوا عن بعض، يعني بدل ما كانوا لازقين في بعض بدأ النقطة A اللي هي في النص، وبعد كده هنا B، وبعد كده هنا ايه C، فبدأ يعمل انجل صغيرة شوية اسمها اكيوت انجل، اسمها كده اكيوت انجل. طيب الاكيوت انجل بتكون اكبر من الزيرو، يعني مور ذان زيرو، وليس ذان 90، واصغر من ال 90. اشمعنى ال 90 يا مستر؟ علشان اما بتعمل 90 بالظبط بنسميها رايت انجل، بنسميها ايه؟ رايت انجل. طيب بعد كده لو هي فتحت عن ال 90 وزادت عن ال 90، لو هي بقى قال لك ايه، لو هي اكبر من ال 90 وليس ذان 180، لو هي اكبر من ال 90 ديجري وليس ذان 180 بنسميها اوبتيوس انجل، اوبتيوس انجل. طيب لو هي فضلت تفتح لحد ما وصلوا عامله زي الستريت لاين، فبنقول كده انها عملت 180 او بنسميها ستريت لاين. طيب الريفلكس انجل بتكون اكبر من ال 180 وليس ذان 360. تمام. يبقى دول الست انواع اللي انا لازم تحفظهم كويس. يبقى انا عندي اول حاجه الزيرو، الزيرو انجل بيكون قياسها زيرو بالظبط، وبتلاقي ليه الاتنين ستريت لاين موجودين على بعض، او التو ريز موجودين على بعض. بعد الزيرو انجل بنقول الاكيوت، الاكيوت انجل it has a measure between 0 and 90. طيب بعد الاكيوت انجل الرايت انجل، الرايت انجل with 90 degree exactly، يعني 90 degree بالظبط. بعد الرايت انجل بنقول الاوبتيوس، الاوبتيوس انجل with a measure greater than 90 and less than 180. بعد الاوبتيوس بنقول في عندي الستريت انجل، الستريت انجل with measure 180 degree، 180 degree. الريفلكس انجل الميجر بتاعها is greater than 180 degree and less than 360 degree. طيب في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها. بيقول لك ان full circle measure 360، يعني لما يكون عندك سيركل كاملة، ما تلف لفة كاملة، يبقى انت كده لفيت 360 degree. تمام. so the sum of the measure of angles m and reflex m equal 360. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انا عندي انجل اسمها ام، لو انا عندي انجل اسمها ام، الريفلكس بتاعها دي اسمها ام، الريفلكس بتاعها اللي هي بقيتها من الناحيه التانية دي كده اسمها الريفلكس، بسميها ايه؟ بقول عليها ريفلكس، ريفلكس ام. ريفلكس ايه؟ ريفلكس اوف انجل ام. والانجل دي بسميها انجل ام. يبقى انا عندي حاجتين دلوقتي، حاجه اسمها انجل ام، انجل ام، والريفلكس، ريفلكس اوف انجل ام. مالهم يا مستر؟ الصم بتاعهم ب 180. خلي بالك دي اول حاجه هيجي لك عليها الصم بتاعهم قصدي ب 360، دي اول حاجه هيجي لك عليها مسائل. يبقى الانجل، الانجل اند او الانجل بلس الريفلكس بتاعتها، الانجل سم الريفلكس بتاعتها او الانجل بلس الريفلكس بتاعتها ايكوال 360. في اي انجل يا مستر؟ اي انجل السم بتاعها بيطلع ايه؟ 360 هي والريفلكس بتاعتها. يعني لو انا عندي دي 160 130، يبقى الريفلكس بتاعتها كام؟ هتقول له 360 minus 130. 0 minus 0 equal 0، 6 minus 3 equal 3 equal 3، 3 minus 1 equal 2. يبقى الريفلكس بتاعتها 230، 230. يا مستر انا بكتب الكلام ازاي؟ عود نفسك تكتب الكلام ده في الجيومتري، يعني تقول له ايه؟ measure
of angle A B C دي الانجل اللي هي الاولانيه بلس بلس measure of reflex angle ABC equal الميجر بتاع ال ABC اللي هي دي ABC اللي هي الانجل اللي فوق دي بكام 130 بلس الميجر بتاعها اللي هي ريفلكس ايه كده اللي هي هيطلعوا كام 360 ديجري 360 ديجري فانت تقدر تجيب. طيب بيقول لك complete the following table. عايزين نجيب الانجل والريفلكس بتاعتها. عشان تجيب الريفلكس هتقول له 360 ماينس الرقم اللي هو مدولي 360 ماينس 135 0 ماينس 5 مش هينفع يبقى استلف يبقى دي 10 ودي 5 10 ماينس 5 equal 5 5 ماينس 3 equal 2 3 ماينس 1 equal 2. طيب 85 الريفلكس بتاعتها هتقول له 360 ماينس 85 0 ماينس 5 مش هينفع دي تبقى 5 وده تبقى 10 10 ماينس 5 equal 5 5 ماينس 6 مش هينفع دي تبقى 2 وده تبقى 15 15 ماينس 8 equal 3 2 وال2 هتنزل زي ما هي 235 degree. ال 80 360 minus 80 0 minus 0 equal 0 6 minus 8 can't be تبقى 2 ودي 16 16 minus 8 equal 8 وال2 يبقى 200 280 ال 100 يبقى 260 110 يبقى تقول له 360 minus 110 0 minus 0 equal 0 6 minus 1 equal 5 3 minus 1 equal 2 يبقى 250 degree 52.5 360 point 0 عشان أقدر أعمل لها بالديسمال minus 52.5 0 minus 5 can't be ما ينفعش يبقى 6 هتبقى 5 ودي هتبقى 9 وده هتبقى 10 10 minus 5 equal 5 point 9 minus 2 equal 7 5 minus 5 equal 0 وال 3 هتنزل يبقى 307.5 89 60 degree. طيب خلي بالك 89 60 خلي بالك دي 60 اسمها 60 minutes 60 minutes ال 89 degree وال 60 60 minute 60 minute خلي بالك ان ال 60 minute بكام ب 1 degree ب 1 ايه degree يبقى ال 60 دي هتشيلها وتحط بدلها 1 degree ال 1 degree هتحط على ال 89. طيب فالرقم ده بدل ما هيبقى 89 60 ده هيتحول لايه ل 90 degree. طيب 360 minus 90 0 minus 0 equal 0 6 minus 9 it can't be دي هتبقى 2 ده هتبقى 16 16 minus 9 equal 7 وال2 هتنزل زي ما هي يبقى 270 degree. طيب أنا عايزك تخلي بالك من نوعية المسائل دي علشان دي مهمة جدا. هو السؤال بيقول لك إيه find هات لي value find value of إيه of x هات لي الفاليو بتاعت الإكس. طيب يا مستر أجيب الفاليو بتاعت الإكس إزاي؟ بص يا سيدي هو الانجل دي ب 90 يا مستر عرفت ازاي انها ب 90؟ خلي بالك الرايت انجل اللي هي بتبقى ب 90 ما بيحطلكش علامه او ما بيكتبلكش 90 بيحط لك العلامه دي فانت اول ما تشوف العلامه دي تعرف ان هي ب 90 ديجري تعرف ان هي ب 90 ديجري يبقى تقول له كده ان 3x بلس 15 اللي انت مديها لي دي المفروض تحط بدالها كام 90. طيب ما انا كتبت كده كتبت ايكويشن هو انا قالها لك لايه لجزء الالجبرا اللي انت خدته. طيب يبقى هو ربطك الجيومتري بالالجبرا وهو دي نوعيه المسائل اللي بتيجي 3x بلس 15 equal 90. طب تاني يا مستر جبتها ازاي؟ قلت لك يا حبيبي ان الانجل دي المفروض تكون ب 90 ما هو ده اللي انا عملته لك ان هي 3x بلس 15 equal 90 يبقى انت كده كتبت equation. طيب الخطوه اللي بعد كده هعمل ايه؟ هعدل 15 الناحيه التانيه ورا ال 90 اعمل لها ماينس 90 ماينس 15 90 ماينس ايه 15. طب 90 ماينس 15 يبقى اقول له 3x 0 ماينس 5 it can't be دي هتبقى 8 وده هتبقى 10 10 ماينس 5 equal 5 و8 ماينس 1 equal 4. طيب ال 3x equal 45. الخطوة اللي بعد كده ال 3 معمول لها تايمز في الاكس فأعمل عليها ديفيجن علشان أطيرها من هنا ومن هنا. طيب ال 3 هتروح مع ال 3 وتسيب لك الاكس. الاكس equal 45 over 3 لو أنت عملت 45 divided 3 هتديك كام؟ 15 هتديك 15. طيب هو أنا يا مستر لو عوضت فعلا عن ال 3 عن الاكس 15 المفروض دي تديني 90 تعالى نجرب يبقى المفروض بيقول لك 3x بلس 15 انت طلعت لي الاكس ب 15 يبقى 3 تايمز 15 بلس 15.
3 تايمز 15 بكام؟ 3 تايمز 5 ب 15. حط ال 5 وكاري اب ايه؟ 1. 3 تايمز 1 ب 1 ومعايا ايه؟ طيب بلس 15 ايكوال 5 بلس 5 ايكوال 10. حط الزيرو كاري اب ال 1. طيب انا عملت حاجه غلط، المفروض دي مش 45، دي 75. انا اسف. 75 70 ايه 75 اوفر 3 هتطلع ب 25 ب 20 ايه 5. يبقى الكلام ده غلط، يبقى الحل بتاعنا ما كانش مظبوط، لان الاكس المفروض يا مستر تطلع ب 25. لو عوضنا عن الاكس ب 25 المفروض تدينا 90. يبقى 3 تايمز 25 بلس 15. 3 تايمز 25 بكام؟ ب 75 بلس 15 هتطلع بكام؟ ب 90 ديجري. يبقى الحل بتاعي مظبوط 100 100. طيب نفس المسألة برضو، بس بيقول لي عايز الفاليو بتاعت الاكس. طب ايه ده يا مستر؟ ايه اللي انت جايبه لي ده؟ جايب لك انجل والريفلكس بتاعها. خلي بالك انت قلت لي من شوية ان الانجل لو عملت لها بلس الريفلكس بتاعها المفروض الاتنين يدوني كام؟ 360. يبقى انت هتجمع الاكس بلس 5. هتجمع الاكس بايه؟ بلس 5. هتجمعها مع 3x ماينس 1. المفروض يا مستر يدينا 360 ديجري. تاني يبقى انت لما تقول الانجل مع الريفلكس بتاعها المفروض 360. طيب طلعت لي ايكويشن يا مستر زي الالجبرا بالظبط اهو. تجمع بقى اللايك تيرمز مع بعض، هنا اكس وهنا 3x يبقى هنا ايه 4x 4 ايه 4x. بعد كده بلس 5 ماينس 1 هتدينا بوزيتيف 4. بوزيتيف ايه 4 هيدينا 360 ديجري. طيب الخطوة اللي بعد كده هقول له إن ال 4x قعدت ال 4 الناحية التانية. ال 4x هتساوي 360 ماينس 4 ماينس 4. يبقى ال 4x equal 0 ماينس 4 it can't be، تبقى 5 وده تبقى 10. 10 ماينس 4 equal 6. وال 5 هتنزل زي ما هي وال 3 هتنزل زي ما هي. طيب الخطوة اللي بعد كده عشان أطير ال 4 أعمل هنا divided 4 وهنا divided 4. فال 4 هتروح واتبقى لك الإكس equal 356 divided 4. 3 divided 4 ما ينفعش، باخد ال 35 divided 4 هيدينا ال 8. 8 times 4 ب 32. أعمل لهم ماينس 5 minus 2 equal 3. طيب وأعمل دروب لل 6 يبقى كام؟ 36 over 4 بكام؟ ب 9. 9 times 4 ب 36 والماينس أو الريميندر بتاعي بزيرو. يبقى الإجابة الإكس هنا هتطلع بكام؟ ب 89 degree. ب 89 degree. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضو find the value of x، وهنا كاتب لي straight angle. يعني معناه ايه يا مستر؟ معناه ان الانجل ده ايه ب 180. طب هو مسميها ايه؟ مسميها 2x minus 30 بتساوي كام؟ بتساوي 180. طيب هعمل ايه يا مستر؟ الاول هعدي minus 30 الناحية التانية، يبقى 2x equal 180 plus 30 plus ايه 30. يبقى 2x equal 0 plus 0 equal 0. 8 plus 3 equal 11. حط ال 1 وكاري اب ال 1. ال 1 يجي على ال 1 يبقى ايه 2. يبقى 202 210. طيب بعد كده 2x equal 210. عشان اطير ال 2 هعمل هنا divide 2 وهنا divide 2. فال 2 هتروح مع ال 2 يبقى ال x equal 210 divided 2 equal 105 degree. ولو حبيت تتأكد خد الإكس انزل عوض بيها تاني. قلت 2x minus 30. شوف كده 2 times 105 minus 30 هيدينا 108 ولا لأ؟ 2 times 5 ب 10. أحط الزيرو كاري اب ال 1. 2 times 0 0 معايا 1 يبقى 1. 2 times 1 2 times 1 بكام؟ ب 2 minus 30. 0 minus 0 equal 0. 1 minus 3 can't be، تبقى دي تبقى 1 وده هتبقى 11. 11 minus 3 equal 8 وال1 هينزل زي ما هو يبقى 100. يبقى الحل بتاعي مظبوط صح. برضو ده سؤال تاني بيقول لك عايز الفاليو بتاعت الاكس، بس هو مش قايل لك ان دي ريفلكس، مش قايل لك ان هي ستريت انجل. بس انت لو بصيت هتلاقي عامل لك دايره كده. اول ما تلاقي نفسك عامل سيركل كده اعرف ان الميجر بتاع الانجل كلها 360. طب مقسمهم لاتنين، الجزء اللي فوق عباره عن 5x بلس 40 والجزء اللي تحت 170. يبقى أنا لو جمعت الجزء اللي فوق مع الجزء اللي تحت هيدينا كام؟ المفروض يا مستر هيدينا 360. طيب أعمل إيه بقى يا مستر بعد كده؟
تعالى نجمع الحاجات اللي شبه بعضها مع بعضها. يبقى ال 5x plus 40 plus 170 0 plus 0 equal 0 4 plus 7 equal 11 نحط ال 1 carry up ال 2 equal 360. يعني احنا عملنا ده بلس ده. الخطوة اللي بعد كده هعدي ده الناحية التانية بالماينس، يبقى ال 5x equal 360 minus 210. طيب الخطوة اللي بعد كده أعمل الماينس، يبقى ال 5x 0 minus 0 equal 0 6 minus 1 equal 5 3 minus 1 3 minus 2 equal 1. الخطوة اللي بعد كده يا أولاد إن أنا أتخلص من ال 5. ال 5 هنا معمولها تايمز في الإكس، هنعمل هنا ديفايد وهنا ديفايد، فال 5 هتروح مع ال 5، يبقى الإكس إيكوال كام يا مستر؟ الإكس إيكوال 30. الإكس إيكوال 30. طيب هناخد حاجة جديدة اسمها ال adjacent angles. adjacent angle يعني إيه adjacent angle؟ باختصار adjacent angles يعني الزوايا اللي جنب بعضها أو متجاورة. المهم هي قصة إن أنت بيبقى عندك two angles ما بينهم حاجة مشتركة. بص معايا كده، لو أنا جيت رسمت لك أنجل زي دي كده، أنا قلت لك أنا عندي أنجل اسمها مثلا وليكن A B C. أوكي طيب جيت هنا من عند البي وقمت جايب راي تاني بالشكل ده وطلعته كده وقلت لك مثلا وليكن هنا اسمه دي. طيب بص كده معايا، ده كده عندي 2 انجل. فانا عندي الانجل الاولانيه اسمها سي بي اي او اي بي سي، يبقى هنقول له كده الانجل الاولانيه اسمها انجل اي بي سي اللي هي دي، تعالى نديلها رقم 1 اللي هي دي. والانجل التانية اسمها اي بي دي. اي بي دي مالهم يا مستر؟ اللي هي الانجل 2. الانجلز دول بنقول عليهم adjacent، بنقول عليهم adjacent. ليه adjacent؟ يعني متجاورين. ليه متجاورين؟ عشان محققين شرطين. أول شرط عندهم common starting point، أو بنقول عندهم common vertex. عندهم common إيه؟ vertex، ألا وهو البي. يعني البي هنا نقطة البداية بتاعت two angles. طيب خلي بالك عندهم حاجة كمان، عندهم common side. common إيه؟ side، في ضلع مشترك في النص اللي هو البي اي. البي اي دوت موجود في النص ما بينهم. مش بس كده، بلاقي ان الانجل 2 موجودة على شمال الكومن سايد، والانجل 1 موجودة على يمين الكومن سايد. يعني الكومن سايد ده بيفرقهم عن بعض، بيجي في النص كده، واحدة يدخلها شمال والتانية يدخلها يمين. فبقولها ازاي يا مستر؟ فبقول له كده ان التو انجلز علشان يكونوا adjacent لازم يكونوا على opposite، لازم يكونوا opposite موجودين on opposite sides of ايه common side، او اللي هو الكومن سايد اللي هو اللي هنا البي اي. يعني يا مستر بيجي يقسمهم في النص، كل واحدة تروح في ناحية، كل واحدة تروح في ناحية. يبقى أنا عندي شرطين مهمين جدا علشان نقول عليهم adjacent. طيب عايزك تبص معايا في الرسمة اللي أنا هرسمها لك دي كده. تمام، لو أنا عندي common side بالشكل ده، تمام، وجيت رسمت أنجل تانية بالشكل ده. طيب وقمت جاي برضو يا مستر راسم أنجل بالشكل ده. طيب خلي بالك ايه اللي مشترك عندي؟ الأنجل هنا اللي هما اتقابلوا فيها هنسمي مثلا وليكن ده هنسميه B مثلا، وده اسمه A، ودي اسمها مثلا D، وده اسمه E مثلا يعني. طيب أنا عندي 2 أنجل دلوقتي. الأنجل الأولانية اسمها ABD، الأنجل الأولانية اسمها ABD، والأنجل التانية اسمها ABE، والأنجل التانية اسمها ABE. يبقى أنا عندي الأنجل الأولانية اسمها ABD اللي هي الأنجل دي، والأنجل الكبيرة اسمها ABE. هل دول أقول عليهم adjacent؟ هقول له لأ، دول not
adjacent. ليه يا مستر؟ مين فيهم الكومن سايد؟ مين فيهم الضلع المشترك او الكومن سايد اللي هو هتلاقيه اتكرر فوق واتكرر تحت؟ ده يا مستر ده هما موجودين فوق الكومن سايد. احنا اتفقنا ان الكومن سايد المفروض يجي في النص يفرقهم عن بعض. لا، هنا الكومن سايد موجود تحت وهما موجودين فوقيه. يبقى هقول له كده they are not adjacent angles. يا مستر ما هم لهم نفس الستارتنج بوينت، بس لازم تحقق الشرطين ان هم لهم نفس الفيرتكس او بنقول عليهم common vertex، ولازم يكونوا موجودين in opposite sides of of common side. طب ما هو الكومن سايد هنا هو الاي بي، بس هنا مش موجودين في اوبوزيت سايد، هم موجودين في نفس السايد بتاع بتاع الاي بي. طيب لو رسمنا انجل بالشكل ده، تمام، جيت مثلا عندي انجل بهذا الشكل العبث ده. طيب ايه ده؟ رسمنا انجل كده، تمام، وقمنا عاملين خط تاني. انت مترسمش الا مرة واحدة ولا ايه؟ وقمنا عاملين خط تاني كده، ده كده انجل جميل اهي. وقمت جاي من هنا عامل انجل كده. طيب هل التو انجلز هنا adjacent؟ يعني هل الانجل دي adjacent مع الانجل دي؟ هتقول لي ما هو في كومن سايد في النص اهو، بس ما لهمش نفس الستارتنج بوينت، لان دي بادئه من هنا ودي بادئه من هنا. هقول له دي ار نوت adjacent، يبقى اقول له هنا نوت adjacent. ليه نوت adjacent؟ هتقول له كده because لانهم they don't، ما عندهمش the same vertex، ما لهمش نفس الفيرتكس.